بسم الله والحمد لله والف صلاه والسلام عليك حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا رب الفيديو تاعي تاع نهار اليوم يلقاكم بالف خير. ان شاء الله اليوم غادي نروحوا مع بعض نديروا طريقه احتفاظ بالسلطه الخضراء. كاين اللي يقولها السلطه الخضراء وكاين اللي يقولها الخس. حنا نقولوا السلطه الخضراء. هنا كاين بزاف اللي يجيبوها ويقيسوها باطل، كاين اللي يجيب راس زوج من بعد يقيسها. غادي نروحوا نديروا تدبيره. انا درت في قناتي تدبيرتين على ما اظن، وهذه التدبيره الثالثه. اللي ما شافش التدبيرات يدخل قناتي يلقاهم. المهم هنا غادي نروحوا اول خطوه نقوموا بها هي نقلعوا الاوراق اللفاقه برك، الورقات اللي يجوا من الفوق برك، ونقلعوا هذا السطح، ما نقلعوش نقلعوا غير الحاشيه الفوقانيه برك. بهذه الطريقه نخلوا هذيك تقعد نقيه. هنا غادي نروحوا نديروها في اناء. انا غادي نزيد نقلع هذه باسكو ضايعه بزاف، ماشي ضايعه شغل طايره. انا ما غاديش نعاندها، كي نعاندها غادي نقلعوها كاع ونوخروها كاع. غادي نخلي بهذا الحجم. غادي نروحوا نجيبوا اناء يكون غاميق بيدو، باللغه تاعنا بيدو يكون غاميق. نديروا فيه السلطه، ما نديروهاش بهذه الطريقه ماشي غير نرموها ونوخروا، لا نديروها بطريقه افقيه يليق هذاك الراس اللي قلعنا من هذاك الجزء، يليق يجي لتحت. كي شغل بغينا نعاودوا نغرسوها، كي شغل غادي نعاودوا نغرسوها بهذه الطريقه. غادي نروح نغمرها بالماء ومن بعدها نتلاقاو. هنا بعد ما غمرناها بالماء نروحوا نزيدوا عليها الخل نديروا مغرف 2 3. هنا نعرفوا باللي الخل مطهر يقلع لنا كاش بكتيريا الداخل. المهم هنا بعد ما درنا لها الخل نغطسوها مليح. هنا انا ما عاودتش غطستها، كانوا عندي شغل نسيتها. هنا اللي واحد شويه كي تشوفوها طلعت يعاود يحل الوعاء تاعنا ونعاودوا نهودوها. المهم هنا بعد ما نبلعوها بهذه الطريقه نديروها في الثلاجه مده 15 دقيقه. انا هنا اللي تكون ما تحقاهاش خليها ليله كامله. انا للامانه خليتها ليله كامله، من بعد عاد جبناها وحليناها مع بعض. هنا شوف لقينا الماء تاعها جايك شغل صفر كاع كاش غبره والتراب وكاع نلقوه في وسط الماء في التحت في سطح الوعاء. نروحوا نجيبوا وعاء واحد اخر. انا هنا عندي الوعاء تاعي جاني ضيق، ما قديتش نجبد السلطه تاعنا، روحت استعينيت بوعاء واحد اخر جبدته بهذه الطريقه. شوفوا اللون اللي اصبح فيه الخس تاعنا ولا اخضر ما شاء الله. بهذه الطريقه جا ما شاء الله. هنا الماء اللي قلعناه منها جاي موسخ، فيه تراب فيه الغبره، نرموه نعاود نولي. انا هنا بعد ما رميته رحت نديرو في اناء كيما هكا، ولا انا جبت بلا تاع زيش. من الاحسن نديروه في بلا كيما هكذا، نخلوه على راحته. نديرو بهذه الطريقه ونخلوه يستقطر الماء تاعه روحه، ما نشفو في سلادياخ، ما نهزوه ما نرشوه ما والو، خلوه بهذه الطريقه. شوفوا الورقه تاعه كي شربت الماء ولات ما شاء الله، تحس بها راكي قلعتها بري من المنطقه اللي ناضت فيها. جاو اللون حتى اللون تاعها ولا اخضر ما شاء الله. المهم غادي نروحوا نديروها في الثلاجه مده ساعه الى ساعتين. انا للامانه خليتها ساعه. هنا من بعد ساعه عاود ولينا جبناها. كي جبناها قلعناها من البلا اللي درناها فيه لقيناها مقطره هذا الماء. هنا ما نحاولوش نقطروها ولا نشفوها ولا نخلوها الروحه ديجاجي داك الماء اللي كان فيها. المهم خوينا داك الماء تاعها ونولوا للتدبيره تاعنا. التدبيره تاعنا نروحوا نجيبوا علبه. انا في الاول درت في هذه العلبه، ما بغيتش نقلع لكم الفيديو خاطر قلت للامانه ما غاديش نقلع ولا حاجه. هنا رحنا جبنا نجيبوا مناديل ورقيه حتى من الورق تاع الطبخ هذاك تاع المطبخ يجي. المهم نفرشوا سطح العلبه، نفرشوها بالمنديل بهذه الطريقه، ونروحوا نحطوا فيها السلطه تاعنا. هذه طريقه احتفاظ بالسلطه لمده اطول. نديروها كيما هكذا في وسط هذيك العلبه. انا هنا غادي نقلع سلطه قسمان ديال اللحشه، وما تبقى
نديره في العلبه باش ما نقعدش ساعه ونجبد. المهم نديروها في العلبه ونبلعوا عليها باحكام. انا هنا ما عاودتش غمرتها في الماء، درتها غير المره الاولى، حطيتها في الثلاجه شغل نسيتها. كان عندي اشغال واحده اخرى شغل نسيتها، غادي نقلع هذه الفوقاني اللي نشف. المهم اللي قلت ديرها في الماء تعاود تولي تزيد تغمرها، كي تغمرها الخطره الثانيه تغطس في الماء ما تعاودش تطلع. المهم نديروها في العلبه. انا هذه العلبه قلت للامانه ما بغاش تبلع لي، جات السلطه اكثر منها، غادي نروح نبدل علبه واحده اخرى بعدها نتلاقاو. انا هنا جبت هذه العلبه ماشي اللي كنت دايره فيها، جايه كيفها بصح حجم صغير، درت فيها السلطه نديروها واقفه عموديا كيما كانت خطره الاولى في الماء، ونقعدوا كل مره يخصنا السلطه نروحوا نجبدوا منها حتى نكملوها. انا كيما هاك تشد لي حتى الاسبوع تقريبا. المهم هنا التدبيره الثانيه نديروها كيما هاك نخلوها في الثلاجه. هنا اذا قعدنا نقلعوا وشتناها ضاعت نديروا طريقه ثانيه. هنا كل مره نقلعوا منها بقات لنا واحد شويه شتناها ضاعت نروحوا نديروا التدبيره هذه هي بابي سوليفين. نروحوا نجيبوا بابي سوليفين تاعنا نسرحوه ونلوو فيه السلطه تاعنا بهذه الطريقه عاديه. كل مره تعرف تلويها في البابي سوليفين بهذه الطريقه، نديروها هكذا واقفه نلووها ونعاودوا نلوو ثاني المره الثانيه بهذه الطريقه. هنا غادي نقصوا البابي سوليفين تاعنا بهذه الطريقه هكذا ونخرجوا منها جميع الهواء اللي يكون فيها، بهذه نغلقوها باحكام ونخرجوا منها نعصروا منها الهواء اللي يكون فيها. نعاودوا المره الثانيه خاطر انا من في الجوانب ما كانتش متغطيه بالكامل بالبلاستيك، غادي نعاود نحكس البلاستيك على جهه واحده اخرى بهذه الطريقه ونقعد نلوي فيها مره ولا اثنين ونحي المقصو البابي سوليفين تاعنا بهذه الطريقه. المهم هنا بعد ما لويناها مليح ما نحطوهاش في الاناء. انا دركا غادي نديرها في الاناء بصح هي كي نديروها في ساشي كيما هكذا ما نديروهاش في الاناء، نحطوها في كذا اللي عندها زيت اللي عندها شباك في وسط الثلاجه تاعها نحطوها تماكن ماشي في المجمد في الثلاجه من تحت ونخلوها تقعد حتى لمده 4 ايام 5 ايام 6 ايام. كل مره نقلعوا منها ورانا نشوفوا فيها. هنا تشد لنا مده اطول. ان شاء الله يا ربي نكون وفيت وكفيت في هذا الشرح. دوك غادي نروحوا نديروا تتبيله تاع السلطه اللي بقات لنا. انا هنا قلت غير نشاركها معكم كفكره، درتها وقيله في قناتي الا ما درتهاش، مهم استافدوا مع بعض. السلطه اللي قلعناها دركا من الحواف تاع الخس تاعنا غادي نقوها بهذه الطريقه. راها جايه ما شاء الله تحس بيه كانك قلعتيها فري، حتى اللون تاعها تبدل والورقه ولات ردت الحياه تاعها بهذه الطريقه. هنا غادي نروحوا نقوا بلونطه خافاي تاعنا وبعدها نولوا. المهم دركا هنايا نشفوها بهذه الطريقه. قال لي عندها صراديه بتعرف تنشف السلطه. المهم ولا ديرها في صفايه دكتور ولا. المهم غادي نشفوها مليح، نروحوا نجيبوا الطبسي تاعنا ونحطوا فيه السلطه تاعنا. انا هنا في السلطه هذه مي غادي نقدمها بالباذنجان، ماني باغي ندير فيها لا زيت لا ملح لا خل، خاطر نعرفوا بلي الخس هو فيه الياف تمتص الزيوت اللي يكون في المعده تاعنا. اما لهنا انا غادي هنايا ندير هذه الكميه، والكميه اللي بقات غادي نخلوها تقعد في صرادير ندير منها. انا للامانه راني دايرتها في الحشا، دوكا الغدوه نديرها في الفطور ونزيد ندير في الحشا تكمل هذه الكميه. نعاود نجبد الحشيش تاعنا تاني الخس تاعنا ونعاودوا نقعدوا تاني نقلعوا منه. المهم بهذه الطريقه غادي نخليها كيما هاك في الثلاجه لتحت تقعد لي، ندير منها الغدوه للفطور وندير منها للعشاء الى ربي طول العمر. المهم غادي نروحوا نجيبوا هذا الدنجال تاعنا في النهار كان باقي لي منه، ما بغيتش نعاود نقدمها لهم كيما هاك، قلت نقدمها لهم بطريقه واحده اخرى باش ياكلوه. هذه هي. نولي نروحوا نجيب الفرماج تاعنا تاع العلبه، ندير كميه قليله، نلوي الباذنجان تاعنا على الجبن تاعنا ونحطوه في سلطه. هنا اللي يكون عندها زيتون كورنيشو ديره في الكوردون وتزوق به من الفوق.
انا هنا ما راش متوفر عندي. وما كانتش هذه هي الطبق تاعنا. كان الطبق تاعنا طريقه احتفاظ بال السلطه الخضراء. هذه كانت انا غير شاركت معكم هذه الفكره، تدوها كفكره. مادام شاركتها في الحشا قلت نشاركها معكم. المهم كي نكملوا كاع هذه الكميه تاع الباذنجان بالجبن مع السلطه تاعنا نقدموها بهذه الطريقه. نقول لكم ان شاء الله يا ربي نكون وفيت وكفيت. الى الملتقى ان شاء الله. البنات ما تنسونيش بليجام لي كومونتير. الى الفيديو القادم ان شاء الله. البنات اللي ماش مشتركه في قناتي تشترك فضلا وليس امرا. الى الملتقى.